للاسف لسه الزمالك في سلسله نزيف في النقاط، لسه الزمالك بيخسر نقط سهله. والماتش دوت هيبقى مصيبه هناك في الامارات، هتبقى سكور لو فضلنا صبرنا على المدرب ده ما ينفعش يقعد دقيقه تاني. ما ينفعش نسكت على اللي بيحصل لنا ده، احنا تعبنا، جمهور الزمالك تعب. وشيكو بنزا ده بيرقص نيجر وهو بيلعب. انا واحد جاي من اسكندريه عشان يتحرق دمي. مستوى اللعيبه ده مش هيجيب بطوله. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم جمهور اسود. النهارده الزمالك والبنك الاهلي لازم نستغل التعثرات اللي اتعثروا فيها الفرق اللي بتنافسنا. الدوري لسه في الملعب، حتى لو انت بعيد مع الجمهور ده عمرك في حياتك ما تخاف. بعد ما دخل فينا جول بدأنا نلعب بشكل احسن. هي عادة اللعيبه للاسف، يعني ما بيركزوش من اول ماتش، لازم في حاجه تفوقهم. والله الماتش، بص، هو طبعا الماتش صعب، تمام، متقفل شويه، تمام، بس ان شاء الله ان ربنا يوفقنا ان شاء الله. التغيير اللي ممكن ما بين الشوطين تعملها، ننزل الجزيري حد من نص الملعب ويحاول نص الماهر وينج، لان شيكو بنزا مفيش خالص يعني. مش بيأدي النهارده. لا خالص. ان الزمالك النهارده مش في احسن حال، انت ما وصلتش لجون كتير. ايه السبب ان كان في فرق في الاداء ما بين قبل الجول وبعد الجول؟ دايما لعيبه الزمالك دي كده، هي دي قاعده عندهم، هو لازم يجي في جون عشان يبدا يتحرك ويشتغل. شيكا بنزا بيلعب ليه؟ يعني المفروض هو يطلع ويلعب مثلا هاف وينزل احمد ربيعه وشحاته في نص الملعب. الدنيا سهله خالص، الزمالك هيكسب 20-0. بس مالك متضايق ليه؟ لا فريرا ده مش مدرب. وشيكو بنزا ده بيرقص نيجر وهو بيلعب. ده ما بيلعبش كوره والله، اقسم بالله يا عم. لا اللعيبه هفتانه، في ضعف عام يعني. محتاج المشكله فين؟ مش عارفين المشكله فين. بدأ. التغييرات ساعات بتبقى وحشه، لكن المدرب مش وحش. لو استناه عشان يروح كبش فيدا في ماتش الامارات هتبقى كارثه في المباراه، ان احنا هنشيل سكور من بيراميدز، والماتش دوت هيبقى مصيبه هناك في الامارات، هتبقى سكور لو فضلنا صبرنا على المدرب ده ما ينفعش يقعد دقيقه تاني. احنا بننهار يا جماعه، جمهور الزمالك بينهار، ما ينفعش كده كل ماتش يبقى احنا ماسكين الكوره وبنتقدم ونتعادل ونخسر. ما ينفعش كده يا مينا، ما ينفعش نسكت على اللي بيحصل لنا ده، احنا تعبنا يا مينا، احنا تعبنا، جمهور الزمالك تعب. عايز اقول لما المدرب ده لازم يمشي. انا واحد جاي من اسكندريه عشان يتحرق دمي، حرام عليهم اقسم بالله، عشان اللي احنا فيه ده ما يرضيش ربنا. مستوى اللعيبه ده مش هيجيب بطوله، ده مستوى لعيبه، مستوى جهاز فني قاعد على الخط مش عارف يدير ماتش، مش عارف يعمل تبديله، اللعيبه واقفه غلط. للاسف لسه الزمالك في سلسله نزيف في النقاط، لسه الزمالك بيخسر نقط سهله وقبل بطوله مهمه جدا وهي بطوله السوبر المصري. كمان المنافسين بتوعك بيتعثروا في الدوري، بيفقدوا نقاط، انت ما بتستغلش الفرصه. ونفسي فعلا نسمع صوت الجمهور اللي فعلا مش عاجبه الاداء ولا عاجبه النتيجه ولا عاجبه ان الزمالك بيفقد نقاط. استنونا في حلقات تانيه كتير من برنامجكم